وخلاص، ده روح تعيش جوه الروح. لو ضحكة طلعت بإيد الناس يبقى هو السبب بوضوح. في الشدة جنبك وقت الفرح يسند خطاك لو يوم تنت، زي الضي في قلب الجرح، زي النسيم لو مرة قرب ما يبيعكش لحظة هوا ولا يفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم تاني أحلى مستمعين في الحلقة الخامسة من برنامجنا الصداقة حياة، اللي بنحاول نعرف فيه أسرار الصداقة ومعانيها الحقيقية. معاكم رؤية أحمد محمود فرغلي، وبتمنى ليكم وقت ممتع ومفيد. النهاردة هنتكلم عن موضوع شيق جدا، الصداقة في الأدب والفن، وهنعرف مع بعض إزاي الأدباء والفنانين صوروا الصداقة في أعمالهم، وبنسمع أجمل القصائد والأغاني والأفلام اللي تناولت موضوع الصداقة. فاستنونا علشان نعيش الرحلة دي مع بعض. الأدب كان دايما مراية بتعكس مشاعر الإنسان، وطبيعي إن الصداقة تكون من أهم المواضيع اللي اتكلم عنها الأدباء. وكمان في روايات كتير تناولت موضوع الصداقة، زي رواية الأصدقاء لتوفيق الحكيم، اللي بتعرض قصة صداقة قوية بين شخصين رغم اختلاف طباعهم. الأعمال دي بتعلمنا إن الصداقة الحقيقية بتعيش فوق أي اختلافات. الشعراء عبر التاريخ كتبوا أجمل الكلمات عن الصداقة، زي قصيدة الصديق لحافظ إبراهيم اللي قال فيها: إذ المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا. الشعر بيعبر عن مشاعر الصداقة بكل صدق، وبيخلينا نحس بقيمة الصديق الحقيقي اللي بيقف جنبك في السراء والضراء. السينما كانت دايما بتعرض قصص في صداقات مؤثرة، زي فيلم أحلام هند وكاميليا اللي بيحكي قصة صداقة قوية بين بنتين من طبقتين اجتماعيتين مختلفتين. وكمان فيلم عمارة يعقوبيان اللي بيناقش فكرة الصداقة في مجتمع مليء بالتناقضات. الأفلام دي بتعلمنا إن الصداقة الحقيقية ممكن تتخطى كل الحواجز. الأغاني كمان بتعبر عن مشاعر الصداقة، زي أغنية يا صديقي لعبد الحليم حافظ اللي قال فيها: يا صديقي لا تبعد عن عيني، خليني أشوفك ويايا طول الوقت. وكمان أغنية الصديق لفيروز اللي بتعبر عن الحنين للصديق البعيد. الأغاني دي بتخلينا نحس بقيمة الصداقة، وبتذكرنا بأهمية الحفاظ عليها. وفي ختام حلقتنا النهاردة عايزة أقول لكم الرسالة دي: الصداقة مصدر إلهام للفن والأدب، وهي تعبير عن أسمى المشاعر الإنسانية. فخليك صديق حقيقي للي حواليك، واعرف إن صداقتك ممكن تكون مصدر إبداع وتألق. وزي ما قال الشاعر: الصديق وقت الضيق. فخليك دايما سند لصاحبك، واعرف إن الصداقة الحقيقية هي اللي بتعيش معاك طول العمر. شكرا ليكم يا أحلى مستمعين على حسن استماعكم. هنلتقي في الحلقة الجاية من برنامج الصداقة حياة، اللي هنتكلم فيها عن الصداقة في عصر التكنولوجيا. ما تنسوش تشاركونا آرائكم وتجاربكم عن الصداقة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بقناتنا. كانت معكم رؤية أحمد محمود فرغلي، إلى لقاء قريب، وربنا يحفظكم إن شاء الله.